الرقم معلمي اللي بيهدده طلع جابر معلمي بعد ما الرقم بعته ان هو عارف كل حاجه، بعد ما بيساله انت مين، لما كل معلمي قال له عايز 4 مليون بدل ما بات في السجن. في الوقت ده معلمي فجاه تتصل وتقول له انا عايزه فلوسي، وجابر معلمي شبه هزقها، يعني كان لازم تستفزيه. المهم معلمي المجهول ده بعت له تاني، وجابر معلمي قال له مفيش فلوس لغايه ما اعرف انت مين، وكلمني كده راجل لراجل. ما يعرفش ان اللي بيكلمه مش راجل اصلا. معلمي انا مش بشتمه، هو حرفيا واحده، واتفاجئت اصلا لما عرفت هي مين. المهم معلمي الظابط راح مكتب الكاستنج اللي كان بيروحوه زينه وصاحبتها هاله، فاللي كان شغال هناك معلمي اللي كان مرتبط بزينه وسوا بعض بيقول له حد جاب لها شغل في مسلسل بره مصر، المنتج بتاعه معلمي مش مصري، غالبا كده لبناني. فالظابط معلمي بيشوف كومنتات البوست وبيلاقي واحد معلق لها اسمه عبد الرحمن، فبياخد رقم. بعد كده معلمي بتشوف مشهد واحده بتتخانق مع جوزها فبيضربها فبتخلص عليه في ايده هو، والاسف معلمي اللي بيشوف كده ابنها. مين دي؟ اكيد معلمي هنعرف كمان شويه. بعد كده معلمي زينب بتقول له هتخفي اللي بيهددك في المصنع ازاي؟ قال لها اعرفه، واللي بيهدد ما بيعملش. بص انا معلمي اللي هو لما قال له نصاب عرف ان هو ما يعرفش حاجه. بقى كده معلمي بنسمع واحد اتصل بيه بيقول له يا جابر يوسف معاك ولا لا؟ اصل بعت لي ان هو هيمشي من البلد وتليفونه اتقفل بعدها. طبعا جابر بيقول له ما اعرفش. بعد معلمي بيروح المصنع بس هو شاكك في كل الناس، وما بيقول معلمي بعت صورته وهو في المصنع، كانوا يا معلمي من انواع ان انا شايفك وانت مش شايفني، بتستفز السفاح. المهم معلمي جابر بيقول له اخر اليوم هجيب لك الفلوس، ونشوف معلمي الظابط بيزعق مع ابنه عشان يتقفش بسجاره حشيش، بس ما كانش بيشربها يعني. بعد معلمي بنعرف ان مرات الظابط عملت حادثه وماتت وابنه بيجيب اللوم عليه. المهم معلمي بيكتب رقم عبد الرحمن ده على الفيسبوك وبيطلع له اكونت واحد اسمه عادل الفنان، فاتصل بزميله وبيقول له شكل لقيت المنتج وغالبا كده نصاب. بعدين معلمي جابر بيروح يودي الفلوس للمجهول، قال له حط الفلوس وامشي، بس جابر مش بيمشي وبيقفشه، ويطلع المجهول ده معلمي رحاب اللي هي شغاله في المصنع، وبيقول لها انت غبيه قوي يا رحاب. طبعا يا معلمي زي ما انت واخد بالك خلص عليه. ظبط بعدها معلمي بيجيب عادل الفنان اللي قال له ان في واحد جابني واداني فلوس وقال له اعمل منتج سوري وكده. ظبط معلمي ساله على شكله، قال له لابس ايس كاب وكان بنضاره وبتاع. ظبط معلمي قال له تاكل عندنا احلى عيش وببلاش كمان، خد النجمه على الحاج. تعالى بقى معلمي معايا لسبتمبر 2017. واحده معلمي بيقول لابوها في التليفون ان جوزها رميها، امال هتعمل ايه لو جابت له عيل؟ كده معلمي عرفنا انها حامل، وكلام في سرك يا معلمي دي الجثه اللي كان حاططها في الثلاجه. بعدها معلمي بيحكي لزينه فبتقول له دي كانت نكديه، وجابر معلمي بيقول لزينه ان هو استحملها كتير عقبال ما يخلص من ابوها وزن. ابو البنت معلمي اللي كان في الثلاجه راح لمحامي وبيتحايل عليه ان هو يمسك القضيه، وبيقول لمعلمي ان جوز بنتي هو اللي خفاها وانا مش مصدقه. المحامي معلمي راح عمل محضر تغيب، فمن الشرطه معلمي راح بيت جابر وبيقول لهم رئيس المباحث عاوز. بعدها معلمي الظابط اللي هو باسم سمره راح لابو يوسف اللي هو كلم جابر وكان بيساله على ابنه في اول حلقه ده فاكره، وبيقول له ابنك ما خرجش من البلد. الراجل بيقول له ابني اكيد حصل له حاجه فجابر بعد كده معلمي بيعرف ان ابو البنت اللي خفاها اللي كانت في الثلاجه دي عمل فيه محضر، فبيقول لزينه ان هم عندهم المحضر التغيب اللي انا عامله. فاديه معلمي بتكلمه وعايزه فلوسها، فبيقرر يخلص عليها. فعلا معلمي بيستدرجها للمخزن بتاع المصنع. طبعا معلمي بعد ما فاديه هددته انها عايزه تقول لامه، قال لها لا تعالي اوديكي فلوسك وما تدخليش امي في الموضوع. راحت معلمي وخلص عليها بعد ما كسرت الازازه على دماغه. وبعد كده معلمي سواق توك توك بيخبط على المخزن ويساله فاديه جوه، فبيضحك. تفتكر معلمي هيعمل ايه؟ ما تنساش يا معلمي تقول لي توقعك الحلقه الجايه. اتفرج يا معلمي على ملخصات الحلقات اللي فاتت. يلا سلام.